يعني انت كده متأكد ان الكاميرا شغالة؟ مش عارف ليه حاسس تشك فيك. هديها اسجل ويلا بقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم النهارده في درس جديد على قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. هو النهارده درس مع اني ظاهر فيه بنفسي، بس مش هنفتح فيه اي برنامج. تابع مع الدرس. في حالة النهارده ان شاء الله، او في درس النهارده ان شاء الله، هكلمك عن دايما كده كلمة بنسمعها: مبدع، كرييتيف. ازاي تبقى مبدع، ازاي تبقى كرييتيف. احنا دايما بنسمع الكلام ده، بس مش عارفين نبقى كده ازاي اصلا. انا هقولك، الابداع في حد ذاته هو ان انت كانك بتعمل حاجه من ولا حاجه. يعني بتعمل حاجه جديده ما كانتش موجوده قبل كده، او ما كانتش موجود شبهها قبل كده. كان يمكن يبقى في موجود زيها زمان بس ما بقاش في حد بيستخدمها كده. فبتبقى هي دي كلمه مبدع دايما. يعني من الاخر كده، ان انت تبدع هي ان انت تطلع حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، او ما حدش يعرفها خالص. تمام. احنا مخلوقين، ربنا عاملنا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في العالم كله يا 8 يا 9 مليار، انا مش متاكد هما كام. وفي مثلا في مصر هنا احنا 90 مليون. تمام، 9 مليار بني ادم. هسالك سؤال: هل كلنا عاملين زي بعض؟ واحد هيقول اه، واحد هيقول لا. هي الاجابه او لا مع بعض. احنا زي ومش زي بعض خالص. ازاي؟ كلنا ممكن تلاقي مثلا شلتك انتوا كلكم عاملين زي بعض في حاجه، مثلا في شكل اللبس. تمام، بس احنا مش عاملين زي بعض خالص. حتى بصمات صوابعنا احنا العشرة نفسهم مش زي بعض اصلا. طب تمام، ازاي ايه معنى اللي انا بقوله ده؟ كل واحد في التسعة مليار دول مش عامل زي التاني في اي حاجة خالص، بس بنجتمع في حاجة واحدة، وهي الموضة، اللي هي ان احنا نتبع حاجة معينة عشان هي اللي طالعة قوي، او الرايجة، او هي يعني اللي واكلة الجو بمعنى اصح. فلما بتعمل انت حاجه جديده وتبتدي تعرضها للناس، او تعرضها في المكان اللي انت بترفعها فيه، اذا كان فيسبوك اي حاجه من الحاجات دي، اول حاجه ممكن تتشتم، ممكن توصل بيك لدرجه ان انت ممكن تتشتم بسبب الحاجه اللي انت عاملها دي. طب تمام، اول ما بعمل كده، اذا كان انا او انت، ونوصل لمرحله ان كل الناس مش عاجبهم اللي انا عامله، فبروح متضايق وبعد عن البرنامج او بعد عن الحاجه اللي بعملها، واروح رايح عامل حاجه من اللي بتعجب الناس بمعنى اصح. فمثلا لو دلوقتي احنا في مجال المصورين، مشهور شكل ريتاتش معين، وانا رحت رايح اعمل شكل مختلف خالص عاجبني انا يعني طالما وصلت بيك لدرجه ان هي عاجبك فمش مشكله. فعاجبني انا، ورحت منزله على الفيس، كل الناس هجمتني، رحت ماسح الصوره دي. توصل بيك لدرجه ان انت ممكن تمسح الصوره وتروح منزل صوره تانية عليها الايديت اللي عاجب الناس. ساعتها بقى هيتشكر فيك وهتتمدح وحبيبي ومش عارف ايه والكلام ده. طب تمام، كل حاجه جديده بتبقى متهاجمه. طب ليه كل حاجه جديده بتبقى متهاجمه؟ عشان كل حاجه جديده هي بتبقى كانها حاجه مجهوله بالنسبه للناس، عمرهم ما شافوها قبل كده. فدايما المجهول بيخوف الناس بتخاف من المجهول. يعني هي دي القاعده العامه، الناس بتخاف من اللي ما تعرفوش. طيب ايه اللي هيحصل لو انا بعد ما قريت الهجوم اللي عليا الفظيع ده بسبب الصوره اللي ما عجبتش حد دي، رحت منزل صوره تانية، ما مسحتش دي ولا اي حاجه، ما كاني ما سمعتش الهجوم ده اصلا، رحت منزل صوره تانية، بس ايه، برضه بنفس الشغل بتاعي اللي عجبني برضه، هتسمع نفس كمية الهجوم، بس هتلاقي كده كومنت في النص فيه شكر وتعديل، او شكر بس. حاجة حلوة ان مش مبقاش العشر كومنتات هم كلهم كلهم متضايقين من اللي انت عملته. تمام، هتروح منزل اليوم اللي بعديه صورة تالتة بنفس الشغل بتاعك، بنفس اسلوبك اللي عجبك انت، مش اللي عاجب حد، اللي عجبك انت. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي لو من العشر كومنتات كان فيه 9 وحشين وواحد حلو، هتلاقي بقى فيه 4 وحشين وستة حلو، او العكس اقلبها. بس المعنى كده ان انت لاحظت ايه؟ لاحظت ان النسبة قلت قوي عن اول صورة خالص، ده كان 10 كومنتات كلهم اوحش من بعض. لكن لما نزلت 3 مرات او 4 مرات، لقيت الكومنتات ابتدت تتغير. ليه؟ ليه بقى كده؟ ليه الناس بتتغير؟ عشان الناس بدأت كأنها تألف انها تشوف الحاجة دي، بدأت عينيها تتعود انها تشوف الشغل ده منك، فهيبتدي يعجبهم. صحيح، هو انا ليه كنت بقول له كلام وحش مع ان هو شغله حلو اهو وما فيهوش اي حاجه؟ ده حتى اجدد، نص الكلمه بقى اللي هتطلع اجدد من الشغل اللي نازل اليومين دول. طب ما طالما هو شغل جديد من الاول، ايه لازمته بقى؟ بس هو حاجه ما بتبقاش الناس قصدها بالعند فيك، يعني ما بيبقوش قاصدينها بالظبط، هما بس اللي بيبقوا خايفين منه ان هو حاجه جديده، فلو انا شكرت فيه لوحدي هبقى لوحدي،
فلا يا عم انت شغلك وحش، انا ماليش دعوه بيك، اشتغل لوحدك والله ان شاء الله حتى تحرق الصوره دي اساسا. طيب استمريت بقى انت كده وخلاص وبقيت بتبتكر شغل جديد من اللي انت بتعمله، او استمريت في نفس الشكل هو، فانت زي ما قلت لما تستمر في ان انت ترفع الحاجه اللي انت خلاص عملتها جديده والناس بدات تشكر فيها، هتلاقي خلاص كل الكومنتات بقت العشرة كويسين وكلهم احلى من بعض. فهي دي الحكايه ان انت تصبر على الحاجه الغريبه. زي ما انا سميت الفيديو، انت افكارك غريبه، افكارنا كلها هنبقى بالنسبه لبعض غريبه، اغرب من بعض. انا فكرتي اغرب من فكرتك يا اللي بتشوف الفيديو دلوقتي. كل واحد فينا افكاره غريبه عن بعض، بس اللي بيحسسنا ان احنا شبه بعض ان احنا بنتبع الموضه اللي رايجه في الوقت ده، او هي اللي زي ما قلت قبل كده واكله الجو في الوقت ده. فكانت هي دي حلقه النهارده، ان هي خليك مبدع، خليك امشي مع افكارك الغريبه طالما مش افكار عيب او حرام او غلط او حاجه يعني تغضب ربنا، حاجه ما تبقاش من الحاجات دي. بس يعني ان انت خليت بدل ما شكل الريتاتش بني خليته ازرق، طبعا ده لا حرام ولا غلط ولا اي حاجه من الحاجات دي. كان معكم يوسف محمد من قناه يوسف فوتوشوب توتوريالز. هنا هيظهر دلوقتي فيديوهين وعلامه السبسكرايب لو عايز تعمل سبسكرايب وتشوف الفيديوهين دول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك تحت في الفيديو، واتمنى فعلا يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم والفيو بتاع النهارده كمان عجبكم، ويا رب الصوت كمان كان يبقى واضح. السلام عليكم. كفايه بقى انا زهقت.